اظن ان يكفي ان اقول لك ان عرض فرايداي نايت سماك داون كان احسن بكتير من عرض الرو بتاع نتفليكس اول واحد ده. فيلا بينا نخش نشوف ايه اللي حصل في العرض، يلا بينا نخش على الفيديو. About to happen. Oh! Right through the... Roman Reigns wants his title back. Super kick to Jacob. And one for Tama. افتح لنا عرض بدخول الوايز مان بول هيمن. دخل بول هيمن وقال Ladies and gentlemen, my name is بول هيمن. الليلة بكل تأكيد هتكون ليلة كبيرة، وكل الشرف ليا ان انا اقول لكم ان هيكون بطل عالم واحد وترايبال شيف واحد للWWE للناس وللعالم كله، وهو رومان رينز. هو الترايبال شيف الوحيد، هو رومان رينز زعيم القبيلة الخاص بكم وبخاص بي انا كمان. خلينا اعرفكم بقى نوايا الترايبال شيف القادمة، المستقبل. هشير لكم المستقبل، بس انا هقول لكم النوايا دي بوجود شخص يستحق انه يسمع الاخبار دي. هو بطل العالم الموحد، بطل WWE، الكابوس الامريكي كودي رودز. حصرنا يا عم بول هيمن. الله. بعدها دخل كودي رودز وبول هيمن قال كودي رودز انت تستحق كل ده، كل الحب واكتر من كده. انت عملت اللي ما بيعملوش غير قليل في WWE. انت اكتسبت احترام رومان رينز. نظرا لانك بطل عظيم، طلب مني الماي ترايبال شيف رومان رينز ان اتكلم معاك دلوقتي بعد استعادة الهولا فالا لرومان رينز من سولوس قوة. رومان رينز اشار لي ان هو عاوز ياخد لقبه مرة تانية، وبيقول ان الطريقة المناسبة لده هو ان هو هيشارك في الرويال رامبل عشان يكسبها ويجي لك انت في ريسلمانيا. بعدها كودي رودز جه يتكلم لكن قطعه كيفن اونز. اذا ما كانش الامر اسوأ من كونك ثنائي مع رومان رينز، فده انت سلمت كمان على الروك. ودلوقتي بول هيمن كودي انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل لك؟ بول هيمن عرفك ان هو عاوز لقبك، وكل الاخطاء دي بسببك انت، بسبب مساعدتك لرومان رينز وكل اللي انت عملته ده، ونسيت صداقتنا وعاوز رومان رينز يرجع للسلطة تاني ويدمر كل اللي حصل ده مرة تانية. وبعدها كودي رودز بقى ما بيستحملش، يعني تحسهاش جت على قلبه قوي، قام راح هاجم على كيفن اونز على طول عند الجماهير. وبيلف بول هيمن لقى تاما تونجا وجيكي فاتو بيبصوا له، وعمال له هو بول هيمن يعني والله مش عارف، يعني صعب عليا والله اللي هو لا والنبي بس دخل له جيمي اوسو وتاما تونجا وتونجا لوا يعني فشخوه. كودي رودز لقى الدنيا سايبه، قال يرجع تاني ويساعد جيمي اوسو ده عشان ايه؟ طبعا الجدعنه كلها جدعنه الاتحاد. انا رجعت لك تاني يا كودي. بعدها بنروح للكواليس، بنلاقي الامن ونيك الدس بيطردوا تاما تونجا وجيكا فاتو. بعدها بيظهر ال نايتو في الباب في وشهم. والله جدع، انت راجل ذوق. بعدها دخلنا على فقره سيدات. بعدها دخلنا على مباراة ملهاش أي 60 لازمة، عديها. بعدها دخلنا على مباراة ال نايت ضد شيسكي نيكامورا على لقب الولايات، وكانت مباراة جامدة جدا وكانت مباراة حلوة جدا. كان في سيطرة متبادلة بين الاثنين، لكنها انتهت بدون فايز بسبب دخول تاما تونجا وجيكوب فاتو على ال نايت. وبعدها بيتدخل كودي رودز وجيمي اوسو وبيساعدوا ال نايت ويهاجموا تاما تونجا وجيكوب فاتو. كودي رودز بيطلب من نيك الدس انه هو ما يطردهمش او ما مشيهمش، لانه هيعمل مباراة معاهم هو وجيمي اوسو ضد تاما تونجا وجيكا فاتو في المين ايفنت بتاع حدث النهار. جدع، لا راجل جدع يعني راجل يعني ايه يا جدع ده انت اجدع من السقه يا اخي. دي يوحي لك بقى ان جيكوب فاتو وتاما تونجا هيفضلوا يهاجموا كده في اعضاء سماك داون كلهم لحد ما نشوف هم عايزين ايه، ولا ايه اللي هيحصل، ولا نشوف سولو، ولا ايه اللي هيحصل الايام الجايه دي. بعدها ظهر كودي رودز وقال انا مش متفاجئ، انا كنت عارف ان رومان رينز هيجي وقت ويقول انه عاوز اللقب بتاعه مره تانية، وهيكون عاوز مباراة مره تانية على اللقب، لكن احنا دلوقتي انا وانت يا جيمي مع بعض النهارده، فخليك في ظهرك، كلنا في ظهرك يا حبيبي. بعدها دخلنا على مباراة تاما تونجا وجيكو فاتو المين ايفنت ضد كودي رودز وجيمي اوسو.
دخلنا المباراة وكان أكتر حد ظاهر في المباراة دي هو جيكوب فاتو بسبب أدائه مش طبيعي يعني، وكان وحشة حرفيا في المباراة. هو يعني كان أكتر واحد ظاهر في المباراة حرفيا، لكن الأداء بتاع المباراة كان جامد جدا وكانت المباراة حلوة جدا. لكن في نص المباراة بيتدخل كيفن أونز وكودي رودز بيروحوا يهاجموا وبيخرجوا بره القاعة، وبيسيب جيمي أوسو لوحده، وجيكوب فاتو بيفنش جيمي أوسو هو تاماتونجا وبيعدوا عليه وبيفوزوا. وبعدها بنظهر في الكواليس كيفن اونز وهو بيهاجم كودي رودز، وكودي رودز بيكسر الترابيزات على كيفن اونز، وبينتهي عرض سماك داون على كده. في جمدان بيحصل في سماك داون دلوقتي، حتى بعد ما بوظها الروك بنلاقي جمدان بيحصل مع البلاد لاين. هنا جمدان يعني. التاماتونجا وتونجا لودا عاملين شغل زي الفل، وانا شايف ان هم عاملين احسن من اي حاجه حصلت في الرول اللي فات ده. بصراحه انا اتحمست شويه حلوين يعني اللي هيحصل قدام واللي هنشوفه مع تاماتونجا وتونجا لو وكده، ولما يظهر سولو ولما يظهر رومان. فبصراحه العرض النهارده كان كويس جدا. العرض النهارده يعني ايه احسن بكتير 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 من الماندي نايت رول اللي احنا شفناه المره اللي فاتت ده. يعني هو ما فيهوش حاجه اصلا يعني. فعرض كويس جدا. اقيم العرض كله على بعضه ب 8 من 10. وبس كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لي تحت في التعليقات ايه رايك في اللي حصل النهارده في سماك داون. وبس كده، سلام.